يعني دي ايه؟ دي بتاعت ايه اصلا؟ دي عروسه. عروسه ايه؟ سلسله اسمها ولا البرنسيسه. سلسله سلسله. اسمها البرنسيسه. من المنظر ده يا جماعه للمنظر اللي حضراتكم شايفينه ده، بصوا يا جماعه انا بحاول اجيب لكم على قد ما اقدر إيه اللي بيتم جوه الصندوق ده. ده اسمه صندوق ايه يا عم زكي؟ يا عم سيد. ده صندوق بيتعمل من ازاز عشان نجمع البراده اللي بنشتغل عليها، عشان ما تعملش خسيه. عشان ما تعملش خسيه؟ خسيه. يعني ايه خسيه؟ بالنسبه البراده اللي بتنزل من الذهب او الفضه، وبتبقى محافظه برضه عشان العين ما يجيش فيها قشط واي حاجه من دي. ثواني بس، يعني انا البراد انا برجع احتاجه تاني؟ معقول؟ ما عشان دي انت بتستلم بميزان، بتستلم بميزان وبتسلم بميزان. الشغلانه بتاعتك ما شاء الله هي فن، وكلمه دكتور اكيد ما اتقالتش ليك من قليل يعني. ما اتقالتش من فراغ. انا شايف حاجه زي اللي في ايدك دي من المرحله ان هي الساده بالمنظر ده. يعني دي ايه؟ دي بتاعت ايه اصلا؟ دي عروسه. عروسه ايه؟ سلسله اسمها ولا البرنسيسه. سلسله. سلسله. اسمها البرنسيسه. من المنظر ده يا جماعه للمنظر اللي حضراتكم شايفينه ده. التعليقه دي اسمها البرنسيسه. تمام. بتاخد اشكال، بتتخيل الشكل اللي انت عايزه وابدا انفذ الشكل اللي انا عايزه. ما شاء الله انا شايف كل واحده مختلفه عن الثانيه. كل الاربعه مختلفين عن بعضهم. الحاجات دي ما طلعتش بالساهل يا عم خيري. ممكن حد يشوف يقول لا ده هو بالقلم واشتغل وطلع الحاجه دي. لا دي انت بتعدي بمراحل. بتعدي مراحل. ازاي بتتخيل الشكل وتبدا ترسمه. ازاي اتخيل الشكل وتبدا ترسمه وابدا ارسمه. بناء عليه انت بتبدا بقى ايه، المكنه بالنسبه لك بتسهل لك حركه السرعه فقط لا غير، انما الفكره كلها في الدماغ. في اشكال نقش، في نقش عربي، في نقش اسلامي، في نقش فرعوني. ماشي. كل حاجه ليها حاجتها. الاصعب في الشغل ايه؟ هي دام انت محترف في الحاجه مفيش حاجه اسمها صعب. في مثلا حاجه زي كده، ده اسم تعليقه. وريني كده. تعليقه. هي العمليه بتجيلك ازاي من الاول؟ يعني البدايه فين؟ البدايه بتبقى حته نحاسه، وابدا بعد كده بتترسم الشكل اللي انا عايزه، الاسم اللي انا عايزه، وابدا انفذه. بيتنشر الاسم، وبعد كده بيتلمع، بيتجلي وبيتلمع، وبعد كده بياخد مرحله ايه الفينش الاخيره، هي النقش. الحفر عليه بقى، ونبدا بقى نشطبه في الاخر. اللي عايزه بقى فضه بيتعمل فضه، اللي عايزه ذهب بيتعمل ذهب.